بص ورايا، بص ورايا، شايف الزينه اللي في كل حته دي؟ بقى في حد يقول على الزينه دي حرام يا اخوانا؟ يا اخي حرمت عليك عيشتك يا اللي بتحرم على ناس عيشتها. الزينه الجميله دي مش حرام لو انت عملتها في اول رمضان عندك في البيت، عندك في المحل بتاعك، على باب العماره، في الشركه بتاعتك، دي انت بتدخل السرور على الناس. ومن احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. وماشي كده بالعربيه وتشوف الدنيا منوره ومنعلطه، بتحس ان انت فرحان. فالزينه ليست من البدعه، لان البدعه هي في اصل الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اي في ديننا، يعني ما ليس له اصل في الكتاب ولا في السنه. لكن ساعه مش بدعه، زينه مش بدعه، النجفه دي مش بدعه، السجاده، المايك اللي في المسجد بتتكلم فيه وتخطب فيه وبتصلي فيه مش بدعه، الطياره والعربيه اللي انت بتركبها مش من البدع. ولا نجيب جمل ونقول بقى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيركب جمل فاحنا نركب جمال ونسيب العربيات والطيارات. مفيش حد عاقل يقول كده. البدعه لا تكون الا في الدين. بتخترع صلاه معينه او ذكر معين لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، هي دي من البدع بقى، ما ينفعش. فعلق زينه في بيتك احمر واصفر ولعلطها، وافرح وفرح الناس وفرح عيالك في البيت، وصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام.